السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض البط المشوي بتتبيله سهله جدا واقتصاديه خالص، متاخدش وقت. هيطلع باللون الذهبي اللي انت شايفاه ده، والطعم حكايه حكايه. يلا نشوف المقادير. معانا هنا الاول كده معايا بطايه، ومعايا بصل مقطعه حلقان، ومعايا خل، ومعايا بهارات، ومعايا زيت، ومعايا توم. في الاول كده البهارات اللي معايا عباره عن ايه؟ عن ملح وفلفل اسمر وكمون وكاري، او كركم، وبهارات اللي هي خلطة المشويات، ومعايا توم، ومعايا بابريكا. في طبق كده بقى هننزل بالبهارات دي كلها، بس هسيب ايه؟ التوم. هسيب التوم على جنب، مش هنزل بيه. البهارات دي كله معلقه، معلقه صغيره، ما عدا الملح بس اللي ايه ظبطيه. ومعايا هنا بقى معلقتين او 3 معالق من الكاتشب، او اللي انا حطيته ده كاتشب. لو انت ما عندكش كاتشب تقدري تحطي معلقتين 3 من الصلصه، مفيش مشكله. وحوالي كده 3 معالق من الزيت، ومعلقتين 3 برضو من الخل. الطريقه دي سهله جدا جدا، طريقه معتمده. والطعم بصراحه البطايه دي مفضلش منها ولا فتفوت، طعمها جميل جدا جدا. تقدر برضو لو عندك عزومه هتبقى حلوه قوي قوي في العزومات الطريقه دي. وايه؟ وتجديد ووداعا بقى للسلق، وان انت تسلقي البطايه. الطريقه دي سهله جدا جدا، في الفرن بتاخدش اي وقت. البهارات زي ما انت شايفه حاجات كلها على قد الايد، وحاجات سهله وبسيطه. تقدري برضو تحطي البهارات اللي انت عايزاها، يعني يرجع لراحتك انت. ممكن برضو تحطي رشه من الحبهان مع التوابل اللي انا حطيتها دي. خلاص نزلت بالتوابل بقى، والزيت، والخل، والصلصه او الكاتشب بديلها. وقلبت كده كله مع بعضه كويس زي ما انت شايفه بالطريقه دي كده. طبعا انا معايا هنا الخليط سايب من بعضه، مرق، مش جامد او لسه مش عايز. هو كده المقادير مظبوطه 100%. لو انت بقى حاسه ان الخليط معاكي ناشف تقدري تزودي ايه؟ معلقه زيت بس كمان. خلاص كده هنجيب بقى ايه؟ البطايه. الاول بس هاتي كده طبق او اي حاجه علشان هنغلف البطايه